القوطة المخللة بتاع زمان دي كنا بناكلها زمان مع التغميزة النار. تغميزة النار دي بطاطس مقرمشة. هشوف عملناها ازاي، خش على الفيديو. تعالوا نعمل القوطة المخللة. نحطها بالطماطم المخللة. هنجيب توم 5 توم كده حلوين، ونجيب عليهم فلفل، ونحط عليهم معلقة ملح أو حسب الكمية اللي هنعملها. يبقى بالشكل الجميل المرغوش ده. نقطع بقى الطماطم دي كده طرنشات. هنجيب البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت نغسلها ونغسلها من النشا. نغسلها من النشا. هنجيب بقى طبق كده، نجيب الطماطم اللي احنا قطعناها، ونجيب القوطة بتاعتنا ونحطها كده، ونخلي الخلطة دي تغرقها كده، نطلعها بالشكل ده من الخلطة، نحطها في الطبق. نجيب كده التانيين كام واحدة جنب بعض كده، نقلب في الخلطة. خلطة جميلة جدا بتعجبكم، ممكن تغمزوا منها. لازم نعملها عشان تتحيق كويس. أحلى طماطم ممكن تاكلوها بالحقيقة الجميل ده. بقى الطماطم المخللة خلصت، نركنها على جنب كده، ونجيب بقى البطاطس بتاعتنا ونحيقها ازاي. غسلناها من النشا، نتبل بقى البطاطس بتاعتنا ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة، ملح، حط معلقة كركم كده، دوت بديل بيض، قيمته غذائية عالية جدا. هنجيب آخر حاجة بقى، آخر مكون بتاعنا اللي هو النشا، عشان ده يقرمشه. نقلب كده في بعض كده، نسيبه كده يشرب النشا ده لمدة دقيقتين، مش أكتر من دقيقتين بس يشربه، والتتبيلة تخش في بعضيها. بعد ما ظبطنا كده البطاطس كده بالنشا بالكركم بالتوابل، نبتدي بقى نسقطها في الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذهبي الأصلي ازاي، وتعمل كده تسمع خبط من القرمشة. نجهز بقى التغميزة بتاعتنا. الجوز ده الجميل دوت تحفة، بيقرمش. وأحلى بطاطس مقرمشة ناكلها، صحية 100%. قدامنا اهي، بص اسمع الصوت، اسمع صوت الخربشة. وادي التغميزة بتاعتنا السبايس الحلوة، النار
والطماطم المخللة بتاعتنا بتاعت زمان، كل زمان بناكلها دي ايه أحسن من أي أكلة. عجبتكم وصفتنا؟ دعمونا واشتركوا معنا في قناتنا.